السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة في الفيديو ده هوريكم ازاي نعمل من اللبن القطع عندي او اي لبن عادي او حليب يعني. نعمل منه احلى 3 انواع جبن، احلى من بعض ومن انواع الغالية اللي احنا بنشتريها من بره. في منتهى الجمال وفي منتهى السهولة. انا عندي اللبن بتاعي قطع رغم ان هو ما انتهاش بس قطع، فطبعا ما رضيتش ارميه. انا قلت هعمل منه جبنة. اخدت اللبن هحطه على النار، وكمان هحط عليه نص كوباية كريمة لباني. حوالي كيلو لبن وكريمة لباني بيدي طعم، بيودي الجبنة في حتة تانية يا جماعة. اول ما احس ان هو هيبدأ يغلي، انا طبعا ده عشان خلاص قطع، ف لما يبدأ يغلي هحط عليه معلقة خل. سواء قطع سواء ما قطعش هتحطي عليه معلقة خل كبيرة او معلقة ليمون قبل ما يبدأ يغلي. هنقلبه تقليبه كده، شايفين قطع خالص ازاي. هشيله بقى من على النار، هصفيه بقى في قماشة نضيفة في شاشة، وهينزل كل الميه بتاعته كويس قوي. شايفين الميه دي انا بشيلها في الفريزر عندي، استخدمها في اي معجنات، في القراقيش بتبقى حلوه جدا لان ده شرش اللبن. بحط كده تقل عليها لغايه ما تنزل لي. حطيتها في القالب ده عمل لي كده. دي جبنه روكوتا او جبنه قريش، لو حطينا زودناها شويه ملح هتبقى جبنه قريش في منتهى الجمال يا جماعه، حلوه قوي. الكريمه اللباني مديها كده تيست مختلف. او انا هاخدها واستخدم منها، احط عليها معلقه كبيره زبده بدرجه حراره الغرفه، واحاول بقى هضربها بالهاند بلندر عشان تبقى ناعمه جدا. الجبنه دي يا جماعه جبنه مسكربوني او الجبنه الكريمي اللي احنا بنعمل بيها تشيز كيك، بنعمل منها تيراميسو الحلو الايطالي. دي من الاغلى الجبن يعني، بس طعمها حلو قوي قوي يا جماعه. الجزء التاني حطيت شويه زعتر، هكوره كده واحط عليه شويه زيت زيتون. مقولكوش بقى جوزي بصراحه شكر في الجبنه دي قد ايه. بصراحه التلاته احلى واجمل من بعض. الكريمه اللباني، جربوا الطريقه دي بالكريمه اللباني يا جماعه. وديتها في حته تانية بصراحه. طبعا تقدري تستغنى عن الكريمه اللباني. بس بصراحه بتدي طعم حلو قوي قوي للجبنه، مختلف شويه. بس اقدرها بقى احطها على عيش محمص كده وافردها مع شويه زيتون، طعمها حلو قوي. جربوا الطريقه دي بتاعتي. طبعا انتوا اكيد شفتوا في طرق كتير للجبنه ازاي نعملها، بس تركات الكريمه اللباني دي يعني كده انا ضفتها عشان تدي غنى للجبنه، وفعلا طعمها في منتهى الروعه. بس يا جماعه يا رب يكون افدتكم بالفيديو دوت، وشجعوني باللايك وسبسكرايب. ولو عايزه اي فيديو يوصلك بيه اشعار اعملي فعلي الجرس على الكل عشان اي وصفه جديده ينزلك بيها اشعاري. اقول لكم هنا والسلام عليكم.